بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فصلوا عليه وسلموا تسليم. معكم النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقاتكم عبر صفحتكم كورة مع المصري. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على مباراة المصري والزمالك، والتي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 1-0. أحرز الهدف محمد الشامي. وهنتكلم أيضا عن استعدادات النادي المصري لأولى مباراته في كأس الكونفدرالية من دوري المجموعات ومع فريق انيمبا النيجيري. غدا ان شاء الله الاربعاء 27/11 نوفمبر 2024. يعني قبل اي حاجه برضو حابين ان احنا نوجه رساله: كل عام وانت دائما بخير. واحد من رموز النادي المصري في التشجيع، عم خميس. كل عام وانت دايما يا رب كده بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال، ودايما كده نشوفك بقى بخير يا رب يا عم خميس. واحد من رموز النادي المصري ومن جمهور النادي المصري، غني عن التعريف طبعا لجمهور النادي المصري ولكل بورسعيد. عم خميس يعني، وغني عن التعريف كمان كان لجمهور مصر معروف عم خميس بحبه وانتمائه للنادي المصري. فربنا يبارك فيه يا رب. كنا حابين ان احنا نوجه له الرساله طبعا ونقول له كل عام وانت دائما بخير. علمنا التشجيع من عم خميس، وانا واحد من الناس والله كنت بستنى عم خميس وقت المباراه في بورسعيد للنادي المصري ان انا ادخل معاه المدرج. ليه؟ ان بيبقى في روح كده حلوه في المدرج البحري. طبعا عم خميس وكل اخواتنا واهلنا الغاليين طبعا من جمهور النادي المصري. فكل عام وانت دائما يا رب بخير وبصحه وفي احسن حال عم خميس. هنتكلم بقى النهارده طبعا عن تشكيله مباراه نادي المصري امام الزمالك. طبعا المصري بدأ بتشكيل: محمود جاد في حراسة المرمى، باهر المحمدي مساك، جنبه محمد هاشم، باك يمين كريم العراقي، باك شمال حسن علي. طبعا في نص الملعب لاعب 6 محمد مخلوف، اتنين نص ملعب متقدمين محمود حمادة وعبد الرحيم دغمو. باك هاف يمين ميدو جابر، هاف شمال محمد الشامي، ورأس حربة وحيد هو صلاح محسن. النادي المصري يعتبر لعب بتشكيل مكون يعني 4-3-2-1. والكابتن علي ماهر طبعا التشكيله طبعا تعتبر نفس تشكيله مباراه الجونه، لكن بتغيرات اخرى في الملعب. يعني انت الاداء والشكل كان مختلف طبعا عن مباراه طلائع الجيش ومباراه الجونه طبعا اللي في الاسبوع الاول والثاني. المصري بدأ المباراة بشكل كويس جدا، لعب باستحواذ طبعا على الملعب. قدر ان هو يسيطر على الملعب طبعا. يعتبر 4-3-2-1 دي في الحالة الهجومية. وفي الحالة الدفاعية يعني الخطة ممكن كانت بتتقلب ل4-5-1. يعني كنا بنشوف طبعا في الحالة الدفاعية الهافين بتوعك بينزلوا يدافعوا، سواء محمد الشامي او ميدو جابر، وبتلعب براس حربة وحيد ايضا صلاح محسن، وبينزل طبعا كمان ان هو عشان يستلم كرة طبعا من نص الملعب. وفي الحالة الهجومية طبعا كنت بتلعب زي ما قلنا ب4-3-2-1. النادي المصري بدأ المباراة بشكل كويس جدا جدا جدا، يعني من احسن المباريات اللي تتفرج عليها. فيها تكتيك كبير جدا في الملعب. الخطة 4-3-2-1، لكن بيبقى فيها تحولات كتير في الملعب، وقت لما بتفقدوا الكوره، وقت لما بتبقى معاكم الكوره. فالكابتن علي ماهر ادى المباراه بشكل كويس جدا والخطه بشكل كويس جدا. وطبعا اهم حاجه كمان اللعيبه نفذت معلومات المدير الفني بشكل رائع وبشكل كويس. وقدرت ان انت تحرز هدف لمحمد الشامي في اخر الشوط الاول. يعني كنا خلاص الشوط الاولاني يعتبر على وشك الانتهاء، ومحمد الشامي قدر كرة من مرتدة كده محمود حمادة لعبها بشكل كويس جدا، اللي بدأ يرجع لمستواه ان شاء الله. ونتمنى نشوف محمود حمادة لاعبنا الدولي بشكل افضل طبعا. والمنتظرين منه طبعا جمهور المصري ان نشوف محمود حمادة بالشكل الممتاز يعني ان شاء الله، وجميع اللاعبين يعني. فلعبها محمود حمادة لصلاح محسن كده من ناحية اليمين. قدر صلاح محسن طبعا يهدى على الكرة شوية لحد ما محمد الشامي طلع له، فتح له كده في ال 18 وعرضها بشكل كويس، وقدر محمد الشامي ان هو يحرز الهدف. وطبعا في الشوط الثاني طبعا اكيد الزمالك نزل بدأ بتغييراته وبدأ ضاغط شويه. المصري دافع بشكل كويس، ويعني قدر النادي المصري ان هو ياخد المباراه زي ما هو عايز، ويقدر يفوز بثلاث نقاط وفوز فوز مهم في وقت مهم قبل بطولة، في بطولة كأس الكونفدرالية. انت مستني ان انت تلعب كأس الكونفدرالية في اول بطولة، يعني دور المجموعات، يعتبر اول مباراة في دور المجموعات. فان شاء الله تكون يعني بداية موفقة للنادي المصري غدا بإذن الله، من بداية مباراة انيمبا النيجيري ان شاء الله.
يكون النادي المصري ان شاء الله موفق فيها ويقدر يفوز باول 3 نقاط من دور المجموعات. لكن المباراه مش سهله. مباراه انيمبا النيجيري فرقه محترمه، فرقه جامده، فرقه معروفه في افريقيا. انيمبا النيجيري عنده 13 بطوله، اللي يعني ايه ما يعرفش النقطه دي، فريق انيمبا فريق جامد معروف. 13 بطوله منهم 2 بطوله دوري ابطال افريقيا، وطبعا ما حدش هيحصل على دوري ابطال افريقيا غير لما يكون فريق جامد. بطوله جامده طبعا دوري ابطال افريقيا. عنده بطولتين، وعنده 2 كاس سوبر افريقي اللي هو تقريبا بمسماه القديم اللي هي بطوله الكونفدراليه حاليا، يعني عنده بطولتين منهم. وعنده طبعا 9 دوري نيجيري، فرقه محترمه، فرقه قويه. النادي المصري طبعا والكابتن علي ماهر طبعا هيحترم الفريق وينزل طبعا، يعني ان شاء الله نكون موفقين في المباراه. وان شاء الله اللعيبه قادره، لعيبتنا برضو معانا سكواد محترم طبعا. وان شاء الله النادي المصري قادر ان هو يفوز بالمباراه ان شاء الله باذن الله، ويصعد من المجموعه بشكل كويس باذن الله. ان شاء الله بقى النقطه برضو نتمناها جمهور النادي المصري دائما وابدا كما عهدناكم مساند لفريقه. هنشوف جمهور النادي المصري ان شاء الله في المباراه دي بشكل كويس. ان شاء الله العدد يكون كافي وزياده كمان، ان هو بالمسموح 5000، يعني ان شاء الله يكونوا موجودين كلهم. وربنا يوفقنا والجمهور كله يروح فرحان ومبسوط باذن الله. هنتكلم بقى ده ان شاء الله، يعني المصري هنبدا ندي تقييماتنا بقى للاعيبه. محمود جاد لو قلنا في المباراه ادى بشكل كويس وقدر يحافظ على شباكه وصد، يعني كوره كانت ممكن ترجع الزمالك. كوره كانت عرضيه كده وردت من القائم، وقدر ان هو ينقذها من يعني بشكل كويس جدا جدا يعني. كانت هتغير سير المباراة طبعا. فمحمود جد ممكن نقول 8/10 ان شاء الله. يعني نشوف محمود جد، نتمنى اديله رجل المباراة، بس انا حابب ان انا ادي رجل المباراة لحد تاني، بس ان شاء الله يعني محمود جد رجل ال3 مباريات اللي اتلعبت بصراحة يعني. باهر المحمدي برضو ادى بشكل كويس وكان اداؤه ممتاز، وعن مباراة عن مباراة مستواه بيرجع تاني وبيزيد. نديله برضو 8/10. محمد هاشم بقى ده يعني النقطة بالنسبة لي اللي ما كنتش متوقعها. انا كنت متوقع قبل المباراة الزمالك اتكلمت ان قلت الكابتن علي ماهر ممكن يبدأ بكريم العراقي تاني مساك لعدم جاهزية اللعيبة، حتى لو اللعيبة بدأت ترجع من الإصابة. لكن محمد هاشم أدى يعني لاعب ما بيشاركش بقاله فترة كبيرة، ممكن بقاله سنة دخل على سنة ما بيشاركش، وقت ما كان في الإسماعيلي وقعد فترة كبيرة ما يشاركش. ان هو يرجع بالمستوى ده ويبقى بالشكل ده وواقف على رجله ما شاء الله طول ال 90 دقيقة، فده يستاهل 10/10 يعني ايه، ونتمنى الافضل طبعا. فندي لمحمد هاشم 9/10. يعني هو يستاهل 10/10، بس طبعا 10/10 دي لما يكون بقى يعني خلاص اللاعب بقى في الطب قوي بتاعه، لكن هو عشان لسه راجع يستاهل 9/10 بصراحة. ورجل المباراة كمان، يعني افسرنا على رجل المباراة من قبل ما نقيم بقية اللعيبة. كريم العراقي برضه 8/10. يعني كريم العراقي في ال3 مباريات ما شاء الله حدث ولا حرج، واحد من نجوم الفريق. حسن علي برضو أدى بشكل كويس، نقول 8/10. محمد مخلوف طبعا نقطة وميزان نص ملعب النادي المصري، فنقول برضو يستاهل 8.5. 8.5/10. ظابط نص ملعب المصري بصراحة بشكل كويس جدا جدا يعني، نقول 8.5/10. محمود حمادة برضو 8/10. عبد الرحيم دغموم اخذ رجل المباراه في المباراه واستحقها طبعا. ادى بشكل كويس جدا، وكانت جميع التحولات من عبد الرحيم دغموم، يعني كان هو نقطه التحول للنادي المصري. نص الملعب يعتبر هو كان بيلعب صانع العاب، وبيرجع برضه يدافع وبيلعب على الجنبين، بيبدا برضه يسند مع الجنبين سواء ميدو جابر او محمد الشامي، يستلم منهم ويلعب بشكل كويس جدا. فبرضه يعني كان يستحق رجل المباراه. لكن احنا قلنا قبل كده ممكن يكون رجل المباراه حصل عليها، لكن احنا طبعا تقييماتنا بتبقى غير شويه. لكن لعيبتنا كلها تستحق اللي هي تبقى رجلة المباراه او رجال المباراه بالمعنى الاصح يعني. عبد الرحيم دغموم برضه هنقول يعني 8/10. ميدو جابر ادى بشكل كويس. ميدو جابر في المباراتين الاولى يعني كان لسه ما رجعش ميدو جابر اللي احنا عارفينه بتوع الموسم الماضي، لكن ميدو جابر بدأ المباراة بشكل كويس جدا، وكان نسبة الخطورة كلها من ميدو جابر، يستاهل 8 برضه من 10. محمد الشامي طبعا محرز الهدف وأدى المباراة بشكل كويس، نقول 8/10. صلاح محسن صاحب الأسيست وواحد من نجوم النادي المصري، هنقول برضه 8/10. 8/10 دي سيطرت مع اللعيبة كلها بقى. فطبعا نجم المباراة ورجل المباراة هو اللاعب محمد هاشم.
محمد هاشم. طبعا حصل تغييرات، فخر الدين بن يوسف نزل مكان صلاح محسن، عمرو سعداوي نزل مكان حسن علي، ويوسف الجوهري ايضا نزل برضه مكان اللهم صل على النبي، نزل مكان مين؟ نرجع طبعا، نزل مكان عبد الرحيم دغمو. فاللعيبه اللي نزلت برضه ادت بشكل كويس جدا جدا يعني، كان لها دور طبعا. فخر الدين بن يوسف برضه هنقول 8 من 10. عمرو سعداوي ادى بشكل كويس برضه، تنزله برضه نقول 8 من 10. يوسف الجوهري برضه كان يعني بدأنا نشوف يوسف الجوهري طبعا، ونتمنى طبعا نشوف يوسف الجوهري بقى احسن واحسن، لكن ادى المباراه وقت نزوله كان واقف على الكوره وهادي، ما هوش متسرع، الباصات كانت بتطلع منه صح، الباص بيطلع منه صح. نقول برضه 8 من 10. احنا قلنا من الاول 8 من 10 دي اللي سيطرت مع لعيبه النصر كلها النهارده في مباراه الزمالك. فان شاء الله يعني نتمنى المزيد طبعا من التوفيق لينا للنادي المصري والجمهور ان شاء الله في القادم باذن الله. هنتكلم بقى يعني، احنا اتكلمنا كده، قلنا اتكلمنا عن مباراة الزمالك وعلى قيمنا اللعيبة والاستعدادات لمباراة انيمبا ان شاء الله النيجيري. ان شاء الله النادي المصري يكون موفق ويحصد اول 3 نقاط في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية. ننهي بقى بحاجة يعني ايه، هي صورة بألف كلمة، صورة بألف كلمة. دي طبعا بعد فوز النادي المصري من مباراة الزمالك وسط قائد سفينة النادي المصري مستر كامل أبو علي، وابن مستر كامل حمزة كامل أبو علي، ربنا يبارك له فيه ويحفظه يا رب. الصورة بألف كلمة، يعني صورة بتلخص منظومة النادي المصري على قلب رجل واحد. منظومة النادي المصري على قلب رجل واحد. الفرحة طبعا أكيد يعني بالفوز، لكن يعني مش هنبالغ برضو ان مباراة الزمالك مباراة زي اي مباراة ب3 نقاط. انا كسبت الزمالك، كسبت طلائع الجيش، دي 3 نقاط ودي 3 نقاط. لكن الفرحة في المباريات اللي بتبقى كبيرة زي دي، نادي الزمالك فريق كبير، فريق عريق، فريق محترم، لسه حاصل على بطولة السوبر الافريقي من النادي الاهلي من فترة، لسه ما كان من اقل ممكن من شهر او شهر ونص. فنادي الزمالك فريق كبير وفريق محترم، فانت لما بتكسب الاهلي او الزمالك او بيراميدز او الفرق بقى اللي هي فرق قمة الدوري المصري حاليا، فبتبقى الفرحة من هنا. لكن هي مباراة ب3 نقاط زيها زي اي مباراة، يعني مش هتكسب الزمالك هتحصل على 6 نقط او على 10 نقط، هي مباراة ب3 نقاط. لكن الفرحة بتيجي عشان بس الرساله توصل للناس اللي بتقول لك انت فرحان قوي ليه، ده يعني انت كسبت 3 نقط ومباراه برد. لا، هي الفرحه بتيجي لما بتكسب اهلي زمالك بيراميدز، الفرحه بتكون واحده. ليه؟ لان انت بتكسب فريق كبير وبتبدا تحط نفسك مع الفرق الكبيره. يعني النهارده النادي المصري كسب الزمالك، كان عنده 4 نقط قبل مباراه الزمالك، بقى 7 نقط، بقى زيه دلوقتي زي متصدر الدوري النادي الاهلي. فانت النهارده حطيت نفسك في ليفل معين كده وفي منطقه معينه ان انت قادر تكسب الزمالك، فريق قوي فريق كبير، فانت حطيت نفسك مع الفرق الكبيره. ان شاء الله يعني تكون بدايه ان شاء الله النادي المصري، ويكون المباراه القادمه موفقه ان شاء الله، وكل مباراه للنادي المصري في الدوري العام يكون مباراه كؤوس والفوز بال3 نقاط. وفي اخر الدوري ان شاء الله تشوف نفسك في حته كويسه، وان شاء الله تبدا تنافس على البطولات وتحصد البطولات. معانا سكواد محترم، معانا مدير فني وجهاز فني على اعلى مستوى، فجهاز فني محترم بقياده الكابتن علي ماهر. معانا بقى قائد سفينة النادي المصري حدث ولا حرج مستر كامل أبو علي، الذي لا يبخل على النادي المصري بمجهود، بماديات، بمكافآت. طبعا يمكن اللعيبه كانت مبسوطه اصلا ان الكابتن المستر كامل ابو علي ضاعف المكافاه لمكافئتين وثلاثه كمان بعد الفوز. فان شاء الله يعني نكون كل التوفيق لينا في المرحله القادمه للنادي المصري باذن الله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، وان شاء الله يعني نشوف النادي المصري دائما وابدا فرحة ومزيد من الانتصارات والأفراح للنادي المصري والجمهور الغالي. وطبعا يعني نتمنى نكون ضياف خفاف على حضراتكم وما نكونش طولنا عليكم يعني في الكلام بإذن الله. وآخر كلامنا هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.